حدوتتنا النهاردة عن أرض بعيدة خالص عن عالمنا. جمالها ساحر وقوانينها منظمة جدا، لكن غناك فيها مش بفلوسك، غناك بذكائك. يعني لو ذكائك خلصت حياتك. أرض زيكولا رواية خيالية بتحكي عن شاب اسمه خالد بيعيش في قرية ريفية، ومن خلال سرداب بيدخل فيه فجأة بيلاقي نفسه في مكان غريب مش شبه العالم بتاعنا، اسمه أرض زيكولا. في الأرض دي بيعيش خالد أكبر مغامرة في حياته بعد ما اكتشف إن الناس في الأرض دي مش بتستخدم المال بل وحدات الذكاء. يعني لو هتبيع أو هتشتري أو هتفكر حتى، مش هتدفع من فلوسك لكن هتدفع من ذكائك. وبمساعدة أسيل بيحاول خالد إنه يرجع لوطنه، بس الرجوع مش بالسهولة دي، لأن لكل شيء في زيكولا تمن. رواية زيكولا بتتميز إن هي فكرة مبتكرة وخيالية، لغتها سهلة جدا وبسيطة، مناسبة لجميع الأعمار، ومناسبة جدا لمحبين الخيال والمغامرات. ده كان ملخص بسيط ورأي بسيط في رواية زيكولا. استنونا في ملخصات جاية كتير. مع السلامة.